السلام عليكم. وصفتنا النهاردة القشطة البيتي هتطلع معانا مظبوطة جدا، قوام وطعم أكنها قشطة بلدي بالظبط. وكمان بنحتاجها لكل حلويات رمضان تقريبا، بنحشي بيها بسبوسة وكنافة وقطايف وجلاش. في معظم الحلويات بتاعتنا بنحتاجها. يلا نبدأ الفيديو نشوف عملناها ازاي وايه طريقتنا بالظبط. أول حاجة معانا لتر من الحليب، ومعايا كوبايتين من اللبن اللي هو الحليب برضو، ومعايا 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار سميد، ومعلقة من الكريم كراميل، و2 معلقة من اللبن البودرة، ومعانا ليمونة، ومعانا 2 معلقة كبيرة من الزبدة، ومعايا نص كوباية من القشطة بتاعة وش اللبن. ضروري تكون قشطة وش اللبن لأنها بتدينا طعم كويس جدا. دلوقتي لتر اللبن حطيته على النار، وبمجرد ما بيدفى بنزل عليه بعصير الليمونة زي ما انتوا شايفين كده، وبقلبه يا دوبك تقلبتين بيفصل معايا، يعني بيعمل معايا جبنة. اول ما يفصل معايا زي ما انتوا هتشوفوا كده بالشكل ده، برفعه من على النار عشان الجبنة تفضل معايا طرية مش جامدة. يعني بمجرد ما يفصل كده بقوم رافعاه من على النار على طول. زي ما بقول لكم كده برفعه من على النار على طول عشان الجبنة بتاعتي ما تجمدش، يعني يفضل طري كده زي الزبادي. برفعه بقى كده واصفيه كويس من الشرش بتاعه، واسيبه شوية في المصفى على ما ينزل كمية الشرش كلها. خلاص الشرش ده طبعا مش بنرميه، هنسيبه يبرد ونحطه في التلاجة نستعمله في معجنات كتير. في حلة بقى على النار هنزل بكوبايتين اللبن بتوعي، وبعدين هحط معاهم 3 معالق كبار من الدقيق، ومعلقتين كبار من السميد، واقلب. هو لسه مسخنش طبعا، بقلب كده وهو لسه بارد عشان خاطر ما الدقيق ما يعملش معايا كتل. ومعايا معلقتين من السكر، ممكن تزودوا ممكن تقللوا، بس معلقتين 3 من السكر بيظبطوا الطعم. وبعدين هننزل بمعلقتين الكبار من لبن البودرة، لو عايزين تزودوا اللبن البودرة ممكن تحطوا لحد نص كوباية براحتكم. وكمان معلقة واحدة من الكريم كراميل عشان ما تغير لناش اللون بتاع القشطة، احنا عايزينها بيضة، فلو زودنا كريم كراميل هتصفر مننا. خلاص بنقلب كده لحد ما القوام يتقل. لو حسيتوا ان القوام بتاعكم على الكوبايتين اللبن القوام تقيل، انتم في ايديكم ان انتوا تخففوه، وفي ايديكم ان انتوا تتقلوه بالدقيق او السميد. يعني ده الموضوع بسيط جدا في ان انتوا تتقلوا القوام او تخففوه على حسب ايه كمية اللبن وكمية الدقيق والسميد. كده حطينا كل المكونات، حطينا القشطة وحطينا الجبنة وحطينا الزبدة. طبعا مهم جدا ان الزبدة بتاعتنا يكون طعمها حلو، والقشطة كمان يكون طعمها حلو، بتاعت وش اللبن، عشان هي اللي هتدي الطعم وبيفرق جدا معانا. فاختاروا نوع كويس من الزبدة عشان تدينا طعم جميل، والقشطة طبعا. كده بعد ما جهزت معانا وسويناها كويس على النار وخلينا الدقيق استوى كويس، بننزل بيها بقى في طبق واغطيها كويس عشان ما تعملش طبقة او قشرة من فوق. بغطيها بكيس بلاستيك كده واسيبها تبرد براحتها تماما، وبعدين بحطها في التلاجة بعد ما تبرد، اللي مش بحطها وهي سخنة. هتطلع بقى معانا بالشكل الجميل ده وبالطعم الخطير بجد، اكنها قشطة طبيعية، قشطة اللي هي البلدي بتاعتنا. هتعجبكم جدا، وبنستعملها بقى في حلويات كتير زي ما قلت لكم. جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك وتعملوا له شير، وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.